في ناس كتير بينا زيهم زينا، هما مش أحسن ولا أوحش، حياتهم مختلفة عن أغلبنا، بس ده مش معناه إن هما ما يقدروش يندمجوا في المجتمع بشكل طبيعي من غير حنية زيادة تحسسهم إن هما من كوكب تاني. والنهاردة هنسمع أول صوت هايا. ده أسبوع التوعية بحقوق المكفوفين في مصر. يعني انا كهيا بدعي ان انا بفضل ما اشوفش لحد ما اموت. يعني هي في حاجات كتيره جدا حلوه. يلا بينا. ممكن تديها لها؟ شكرا، ميرسي يا هنا. انا مبسوطه قوي ان انا هنا ومبسوطه انا بعمل ده دلوقتي، وانا ده هدفي ودي حاجه نفسي اعملها طول عمري. ان انا عايزه الناس كلها تبقى عارفه ان كفيف يعني بني ادم عادي. كفيف مش حد يستاهل شفقه، مش حد يستاهل تعاطف، ومش حد سوبر هيرو نعمل له مقام ونصلي له خالص. هو بني ادم عادي بيغلط وبيصيب وبيخطئ وبيعمل كل الحاجات اللي في الدنيا. فما ينفعش احصره في زون معينه واحطه في سكيل ما ينفعش يخرج بره، لانه لو خرج بره انت ازاي بتعمل ده؟ فين اهلك؟ فين صحابك؟ فين؟ هو ده المنطقي ان هو يبقى بيعمل كده، منطقي ان هو يجرب حاجه جديده. وممكن مش دايما بننجح. يعني انا كهيا وممكن معرفش انا صح ولا غلط عامه، بس انا بحب اجرب اي حاجه. يعني انا سقت، مش منطقي، يعني مش منطقي ان انا سقت. عملت حاجات كتيره قوي المبصر هو اللي بيعملها. طب انا ليه عملتها؟ لان انا هجرب. ماشي، خسرت ما عنديش مشكله، بس انا جربت. بس فكره ان انا اقف في مكاني وما اجربش واقول لا مش هعرف. يعني انا شفت ناس مكفوفين كده، انا اتعاملت مع ناس مكفوفين. مفيش يعني مش عارفه هي اسمها، مفيش اراده، ما اعرفش هي اسمها ايه، بس مفيش حاجه بتخليهم، مفيش شغف او ناقمين على اللي هم فيه. وهي فكره انك تبقى كفيف هي بجد باكج. انا بشوفها باكج فيها حلو، فيها حلو كتير جدا على فكره. هي مش كلها وحش، هي حلو. انا يعني انا كهيا بدعي ان انا بفضل ما اشوفش لحد ما اموت. يعني هي فيها حاجات كتيره جدا حلو وفيها حاجات وحشه. بس انت لو فضلت باصص على الوحش، ما هو كل بني ادم حتى الشخص اللي بيشوف حياته مش ألذ حاجه اكيد فيها مصيبه. يعني انك تبقى شايف ان انا ما بشوفش وانا مش هعرف وانا مش هعمل وساعدوني والنبي وبتاع، وانا ما مش كيبل ان انا اعمل حاجات كتير قوي، مش هتعمل حاجه. تفضل واقف مكانك محلك سر، شكرا. لا والله خالص، ما اللي بره مش كنتوا عاملين ترغوا ما تقول ايه. انا عايزه اقول ان الاهل عليهم جانب كبير قوي 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 من الشخص ده طالع ازاي. يعني انا لو في حاجه كويسه فهي ده يعني اساسها امي. وانا مش بقول كده بجد عشان اي حاجه. انا من الاول خالص كان في كده ايه، محاربات كده، انه طب ما ندخلها النور والامل. قالت لا انا بنت، وبجد النور والامل انا والله ما عنديش مشكله معاهم، انا بس انا عندي مشكله مع مدارس المكفين في حته ان انا ناس كتير مكفين مع بعض. ماما من الاول خالص رفضت الموضوع ده، قالت لا انا بنتي هتخش مدارس مبصرين زي ما اخوها مبصرين دخل مدارس مبصرين، بنتي هتعيش حياتها عادي. كده كده عانت كتير وسمعت كلام بشع، ولحد دلوقتي ممكن تكون بتسمع كلام سيء. بس انا بتكلم ان انا لولاها ولولا بابا طبعا وكده، لولاها ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه، ولا كنت هعمل الحاجات. الله يخليك. لولاها فعلا ما كنتش. وده بجد انا مش بقول كده عشان اي حاجه، ده بجد هي. وسمعت كلام بشع يعني. سمعت يعني انا مثلا ابقى عند انا ما بحبش دكاتره الرمد، ماشي، ماليش فيهم. خلاص ابقى عند دكتور مثلا وداخله بعمل ورق. يعني انا مش داخله له عشان حاجه مش محتاجاه في حاجه، كده كده هي مش شغاله فانا مش عايزه منه حاجه. حضرتك شايفني ما بشوفش باين الحمد لله. يعني ايه تقول لها انت جايباها ليه؟ اطلعوا بره. ما هتعمل شغلك. يعني حضرتك شغلك انك تتعامل مع حد عنده مشكله في عينه، اكتب ريبورت. والله اطلعي بره. انت جايين هنا ليه؟ لا ما سمعت المستشفى كلها يعني. فيعني ايه جايه ليه؟ حضرتك انت بتعمل شغلانه معينه، وظيفتك طبيب رمد، فانت انا هقول لك اكتب لي ريبورت. وانا والله انا ساعات انا بمليهم يكتبوا ايه. يعني انا والله بدخل اقول له اكتب جلوكوما واكتب كذا واكتب كذا واكتب كذا وبخرج. ده دورك اعمله، ما تستغربنيش لان ده مش وقته ومش مكانه. ما تتعاملش بطريقه طف، لان ده يعني انت في الاخر بني ادم قليل الذوق. ما تتعاملش بطريقه طف، لان ليه؟ انت ده شغلك، دي وظيفتك، ده هاجي اخد منك ورقه وامشي. انا مش جاي اعرفك على نفسي، مش جاي اقول لك انا بعمل كذا وبسوي، مالكش دعوه اصلا. فانت ده دورك بتعمله وخلاص. ايه تاني؟ انا عايزه اقول كتير قوي. انا سعيده جدا باللي انا بعمله، مش عشان حاجه. انا بجد بشكرك عشان بجد والله انا ده الهدف واحد، انا انت فاهم قصدي صح؟ يعني ماشي. مشاكل الشارع كتير. الشوارع عندنا في مصر مش ممهده. انا
وقعت كميه وقعات في الشارع مش طبيعيه. الشوارع محتاجه تبقى منظمه بشكل معين، انه الرصيف عالي قوي. الشوارع محطوط فيها حاجات، يعني انا ابقى ماشيه الاقي اي حاجه محطوطه قدامي تعيقني ان انا امشي كده كده. نهندل شويه موضوع الشوارع، موضوع تخطيط الطرق، انه نبقى حاطين البلايند يوزرز، الناس المكفوفين اللي معانا في الدنيا، لانه اكيد في ناس وفي ناس معاقين حركيا، وفي ناس في اعاقات كتيره جدا. فاحنا محتاجين نعمل رامبس للناس اللي عندهم اعاقات حركيه، محتاجين نحط دول اودينس في اللي احنا بنعمله. احنا مش ليه التهميش الشخص الكفيف، محتاجين نحطه كأولوية، لأن هو زيه زي البني آدم المبصر العادي اللي أنت بتقدم له كل الخدمات عشان يبقى مبسوط وبيعمل الخدمة، يعني بيلجأ لك في الخدمة اللي أنت بتعملها. فأنت محتاج تتارجت الشخص الكفيف ده، محتاج ماشي الموضوع هياخد شوية وقت، بس أنت هيرجع لك بفايدة. إنه الشخص ده لو أنا مثلا دخلت مثلا ريستورنت ولقيته عامل المنيو بريل، هجيله خلاص هيكسب فلوس. كافيه بتاع احمد يونس تقريبا، مش فاكره اسمه، معرفش اسمه اصلا. ان انا ادخل مكان الاقيه عامل حاجه بريل، خلاص انا هاجي لك على طول، لان انت المكان بتاعك اكسسبل ليا انا كشخص كفيف، فانا هاجي. ايه تاني يعني انت شايفه ان كل الاماكن المفروض في المنيو يبقى فيه كده في بريل، عندك منيو بريل بتطبعه من معرفش بيطبعوه من مؤسسات مكفين ولا نور الامل ولا بيطبعوه منين، بتطبع منيو بريل بنفس المكتوب، وبتوصف مثلا الاكل، برجر عليه تشيز عليه مش عارفه ايه. اوصف للشخص الكفيف بحيث ان هو يطلب اللي هو عايزه من غير ما يقعد يسالك عندك ايه، طب ده عليه ايه، طب لا شيل منه الخس عشان ما بحبه. ما لا، انت بتوصف له اللي جواه وخلاص خلصنا. انا رغيت قوي. عادي بتتكلمي عن الكونتنت. يلا بينا. بالنسبه للكونتنت، الناس برضو انا عندي مشكله بالنسبه لي، مش بيتارجتوا الشخص الكفيف، هو بالنسبه لهم مواطن درجه رابعه بقى خمسه، يعني بعيد قوي مش هيقابله في حياته. ماشي، بس انت بتعمل كونتنت، فالكونتنت ده المفروض يبقى متاح لكل الناس، اكسسبل لاي حد هيشوف الكونتنت. انت مثلا ابسط حاجه حاطط صوره بتعمل اعلان لشبشب، خلاص محتاج تحط شبشب لونه اسود عليه مش عارفه ايه، بحيث ان الشخص اللي عايز يشتري الشيء ده يعني يتوصف له ايه الشيء عشان يشتريه. ما هو يحطه فين؟ يعني لو اتحط في الكابشن هيبقى اكسسبل، مش في الكابشن، alternative text او قلت تكست. دي بتبقى وانت بتحط صوره هتلاقيها تحت موجوده، بتوصف نفسك. يعني انت مثلا بابليك فيجر، عندك ناس كتير، فعايز توصف نفسك، اكتب لتشات جي بي تي، مش هقول لك اقعد انت فكر خالص، ابعت له صورتك قول له وصفني لحد كفيف، هيقول لك شخص يرتدي مش عارفه ايه، يعمل ايه، بيسوي ايه، انظر مش عارفه ازاي. شكرا. بتبقى مثلا في انستجرام ممكن موجوده، ممكن ابقى اوريها لك، بس مش عارفه، مش بيبان للمبصر، يعني المبصر مش هيوضح له. ماشي فاهم قصدي؟ انا شايفه انه نظره الناس للكفيف نظره ان هو شخص محتاج دايما حاجه زياده، ومش قصدي هنا حاجه زياده اللي هو accommodations، انا قصدي محتاج تعاطف، محتاج شفقه، محتاج اعامله كشخص معاق ذهنيا وما عندوش مشكله يعني. بس هي دماغي شغاله، بتلغيها ليه؟ رجلي شغاله ليه؟ تقعديني، ما تسيبيني. يعني انا ليه ابقى في الشارع وبجد واقفه مع اصحابي مثلا، ويجي راجل، هو راجل كبير يعني انت محتاج تقعد اكتر مني غالبا، يجي يقول لي بيجيب لهم كرسي وقعدوها، طب وهم يعني انا اقعد هم يفضلوا واقفين ليه؟ ما انا رجلي زي رجله، يعني هي مشكلتي في عيني، فانت ليه بتحصرني في حته ان انا محتاج دايما حد يقعدني وحد يعمل لي؟ مش صح يعني. في كذا حاجه الصحاب عشان الصحاب. طيب انا بالنسبه لي فكره ان الشخص كفيف يعمل صحاب هي مش صعبه على قد ما هي محتاجه بس وقت، لانه الناس بجد مش كلها عارفه حاجه. يعني ما فيش حد عنده معلومه انه كفيف مثلا محتاج بيستخدم الموبايل بسكرين ريدر مثلا، لا هو ما حدش عنده المعلومه دي غير لما هيشوفك فيسالك فيقول لك واحده واحده تبقوا صحاب. فانا بالنسبه لي الحمد لله ربنا رزقني بصحاب، يعني سواء زينه سواء كلهم. يعني انا عندي واحده صاحبتي مثلا حنين، نرجع لموضوع الورق والحاجات دي، انا مضطره السنه دي اخش الامتحان بمرافق، لانه مش هتخش باللابتوب علشان ما بيعملش دايره على الاختيار فلازم تدخلي بمرافق، وانا ضد. انا طول عمري الحمد لله بمتحن لوحدي في لجنه، مش لجنه خاصه، لجنه عادي يعني مع دفعتي عادي، الهيدفونز في ودني واللابتوب قدامي بحل واخلص وخلاص. ومدرستي كانت بتهلب في الموضوع ده جدا، انه الامتحان يتكتب لي بصيغه مثلا بيكتب لي وورد، يكتب لي مدرستك ايه طيب؟ مدرستي سنتان، مدرسه راهبات فرنسيه موجوده في القاهره في الظاهر، قديسه أنا او سنتان.
فالمدرسه كانوا بيساعدوني، يعني شوفي يا هاي انت عايزه ايه واحنا معاكي. الامتحان مثلا جه في حاجات مش مقريه، في ثانيه بيبعت لي نسخه تانية الحاجه مقريه. ده كان اول كام سنه، بعد كده هم حفظوا، يعني بعد كده هم لو جيت امتحن ثالثه اعدادي من 4 سنين تقريبا 3 سنين، هم بعتوا للوزاره كده ورقه كده، كذا بيتقري كذا ما بيتقريش، بيتكتب بصيغه كذا مش عارفه ايه. فالمدرسه ساعدت في ده. انا عايز اقول لك ان حنين مثلا هتخش معايا السنه دي. هي دي مش صاحبتك. هي مش مجبره تعمل ده، هي هم مشترطين حد اصغر مني بسنه، هي مش مجبره تعمل ده. ولو ما عملتوش مش هقول لها عملتوش ليه، بس هي ومش تعاطف، لانه انا كان اول حاجه قلت لها حنين كذا 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 ومحتاجه حد مرافق. فلو مش جايه مش عايز تعملي ده، انا بجد وما كانش هيبقى عندي مشكله، لانه ده مش دورها وده مش صح. بس ده دور الصحاب مع بعض. كده 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 ده دور الصحاب. انا هيا هشام، عندي 18 سنه، في ثالثه ثانوي في مدرسه السنتان. يعني عايزه اشكركم عامه ان انتوا فكرتوا الفكره دي، وانه دي مش كل الناس تفكر كده، وحاجات كبيره بجد ما بتفكرش ان هي تبرز المكفوفين او تشوفهم. يعني انا فاهمه ان الحلقه دي بجد معموله كوعي. انا عايز الحلقه دي والله في دماغنا من اول ما بدانا. انا فاهمه، ودي انا لأن بجد البرنامج انا فاهمه عامة انت بتفكر في ايه بجد. كان هو هدفه ان الاختلاف يتشاف ان هو انا حاجه فاهمه عاديه يعني. انا فاهمه يعني انا مبنيه على تعاطف. لا لا يعني انت ما جبتش، لا يعني هو مش تعاطف، انا مش أي حاجة زي بكره كده يعني. انا بكره اللقطه بتاعت ان انا اجيب حد كفيف اوقفه جنبي كده واطبطب عليه وبصوا يا جماعه يا ريت نساعده ونحترمه. لا انت بتحترموش، انت نفسك باللي انت بتعمله ده انت بتحترموش. ده واحد بيحاول يحس ان هو بس عنده حاجه بالظبط، زياده في امباثي. ليه الامباثي؟ آه. ملهاش لازمه بجد، ملهاش لازمه. فانا بشكركم ان انتوا فكرتوا في الفكره دي وان انتوا جبتونا وجمعتونا سوا. اديتي درس للدنيا كلها النهارده بجد، ده درس يعني اللي هو الناس تفكر بطريقه تانية بقى يعني. بالظبط. فاحنا كده عملنا اللي الحمد علينا لله. احنا وانتي، الحمد والباقي بقى ان لله. شاء الله يعني الناس تشوف الابيسود ان شاء وتتعلم الله. من اللي احنا